رفع السعر عمره ما هيبقى مشكله في حياتك نهائيا. عندك كل شيء تحصل عليه لما ترفع سعر الثمن. You have everything to gain باللغه الانجليزيه كده. يعني مم. كل حاجه في الحياه تقدر تحصل عليها لما تعلى سعر. عملاء احسن، وقت اقل، مجهود اقل في المقاوحه مع الناس اللي هتبيع لها، لان خلاص الناس داخله عارفه الخطه. بس ما ينفعش اعلي سعري وانا رسالتي التسويقيه فيها مشكله. ما مم. ينفعش. ده مش منطق يعني. ده مش صح. مش حاجه اسمها إن انا اعلي سعري واعمل سعر خرافي وفظيع واصلا انا القيمه بتاعتي عاليه. ما انت القيمه بتاعتك عاليه عشان انت مدي نفسك نرجع لقصه الايدنتيتي تاني. انا مدي نفسي ايدنتيتي ان انا احسن كورس في السوق، وده ده بقى بص، ده مشكله المصريين بقى للاسف الشديد يعني. مش انا ده اللي هو احسن برنامج الغرور؟ في. الغرور. ما عنديش مشكله في الغرور، اي حد ناجح عنده شويه غرور، بس لا، ده مش ثقة، ده غرور. في غرور. بس غرور لما تبقى انت عندك اداء. يعني مش ثقه، ده غرور. هو خليني اقول لك حاجه، خلينا مثلا ابريك داون الموضوع ده بشكل يعني قوي جدا يعني. مشكله السوق، المسوقين عامه المصريين ايه؟ احنا احسن ناس في مش معلش خلينا ما نقولش مصريين يعني، عشان بس ده بيحصل في كل الاسواق. انا اشتغلت في كل الاسواق غالبا. السوق الامريكي والسوق الاسترالي والسوق البريطاني والهندي والمصري مش هقول. والخليجي. ايه رأيك؟ مش المصري مشكله احسن؟ كبيره جدا ما عند الاسواق كلها. مش هقول لك لا، بلاش نحصرها يعني. نحصر حد بيعمل. احنا احسن ناس في الدنيا وما فيش اثبات على ده. عشان كده احنا عندنا حاجه اسمها الدوشه والاشاره. الدوشه، الناس كلها بتقول احنا احسن ناس واحنا اقوى ناس واجمد ناس وفي الوطن العربي والخليج والمينا ريجون. افتح كده لينكدين، كميه الالقاب اللي بتترمي في وشك واخد بالك غير منطقيه. المينا ريجون والجلف اريا والمصطلحات بقى الفظيعه المعقده انت موظف يا حبيبي. مم. CMO CFO، انت موظف مش صاحب بزنس. يعني ما تحاولش تدي نفسك هاله اكبر من هالتك اللي هو الحاليه يعني. مع مم. احترامي، مش عيب ان انت موظف، ما بقولش حاجه. بس العيب ان انت تدي نفسك هاله مش بتاعتك. مم. اصحاب البيزنس نفس الكلام برضو يعني، مش مستثنيين من القصه دي. الوطن، احنا احسن ناس في الوطن بناء على ايه؟ انت صنفت نفسك احسن واحد في الوطن العربي. بتدي نفسك ليبل مش بتاعك. انت عارف، انا اتذكر احد الحلقات ليك. معلش عشان بس انا فعليا عايز اسمع رايك بس. ماشي. ما تديش نفسك ليبل مش بتاعك، لان انت العميل مش هيصدقك في النهايه. ترجع تقول انا سوقت وعملت ومفيش حد اقتنع بالقيمه بتاعتي نرجع بقى لحته ايه؟ احنا اقوى ناس في السوق، احنا بقى لنا 99 سنه في السوق. وفي الاخر يوم راح بيع لك البروجرام او الحاجه اللي بيقدمها بسعر خرافي، سعر غير منطقي. مليون مم. جنيه، مليون ريال، وات ايفر. ليه ادفع لك الرقم ده؟ معلش يعني انت مدي نفسك هاله مش بتاعتك. بتصعد بسعر مش منطقي مقارنه بالقيمه اللي انت بتقدمها. انت عارف انا قيمتك عاليه، بس كنا نتكلم في الموضوع ده. قيمتك عاليه جدا. زي ما بقول لك انا you have everything to gain لما تعلي سعرك. تقدر تحصل على كل حاجه لما تعلي سعرك. لما وقت اقل، نوعيه عملاء احسن، فلوس اكتر. بس يبقى انت عندك قيمه حقيقيه. مش تبقى مدي نفسك هاله مش موجوده. دي مشكلتي مع معظم الناس مش مشكلتي انا، مشكله السوق. هتخسر كتير. ادي لنفسك، اضرب يا باشا في المليان، ادي نفسك هاله فظيعه جدا. انا احسن واحد في السوق، احنا اكتر ناس عندنا عملاء، احنا مفيش زينا في الدنيا. انا عندي 900,000 عميل، انا بقالي 500,000 سنه في السوق. انا طب العميل ماشي انت جميل، انت رائع، انا اعمل ايه بقى؟ اعمل بيك ايه بقى؟ عايز اشتغل، اعمل ايه؟ تساعدني ازاي؟ قول ان انت اوكي، انا ممكن اثق في نفسي. انا واثق في نفسي ان انا اكتر واحد هساعدك توصل للنتيجه اللي انت عايزها عشان عارف قدراتي. في نفس الوقت لما نقارن بين الثقه والغرور، اقول لك انا واثق في نفسي ان انا هساعدك توصل اللي انت عايزه. لو انا بكلمك عشان ابيع لك حاجه، انا واثق في نفسي ان انا احسن واحد يقدر يساعدك توصل للنتائج اللي انت عايزها، ومش هتلاقي حد زيي هيشتغل معاك بنفس المجهود اللي انا هبذله معاك عشان اوصلك اللي انت عايزه. انا عارف نفسي وعارف قدراتي اللي بقول لك إيه. بس في نفس الوقت مع كل الكلام اللي انا بقول فيه بشكر، مع كل الشكرانيه اللي بشكرها في نفسي دي، لو لقيت حاجه واحده انا مش هقدر اعملها لك بكل ثقه هقول لك معلش انا اسف انا مش هقدر اعملها. فرق طب كبير ثانية جدا بين الثقه والغرور في الحته الجزئيه ثانية دي. ثانية ثانية ثانية. يعني لو لقيت حاجة مش هقدر اعملها، هقول لك انا مش هقدر يعني لقيت دي حاجه بعد ما انت حاولت انا يعني لا لا وكده. لا انا وانا بكلمك دلوقتي انا بقنعك دلوقتي، انت لسه ما دفعتليش فلوس. فبقنعك مرحله الاقناع.
ولا ان انا اشكر في نفسي اقول لك انا والله انا شاطر في كذا وكذا 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 وهوصل لك النتائج دي كلها. خلاص. قمت انت سالني سؤال في حاجه انا ما اعرفش اعملها، اقول لك ايه؟ حاليا انا مش عارف اعملها ازاي، بس انا متاكد ان انا لو احنا اشتغلنا انا هوصلك النتيجه اللي انت عايزها بكل ما فيه. ما مش خبتش يعني، مش اللي كان بيتكلم معانا لا برضو مش مش هخبي، عارف ليه شويه ده جانب بالمصداقيه الثقه، دي. ده جانب م- الثقه مش الغرور. لكن انا مغرور هكدب عليك، هتلاعب اقول لك انا شاطر. سهله، سهله جدا، انا عملتها كتير وانت ما عملتهاش اصلا. ده م. كده. ده دخلنا في الجانب اللا اخلاقي بقى، وده مش صح.